بقالي يومين تقريبا ما باكلش غير لحمه بس، فكان لازم ادخل حاجه في النص تكسر كميه اللحمه اللي انا اكلتها. ومفيش احلى من شويه فسيخ ورنجه من الحمادي يظبطوا لنا الدنيا دي كلها. المره دي كانت التجربه مختلفه شويه لان هما كانوا منزلين سندوتشات جديده، وكمان العيش بقى صامولي كده فكان حلو قوي. وطبعا ما اقدرش استغنى عن ساندوتش الفسيخ يا جماعه مع شويه ليمون وبصل اخضر، بيوديني في حته تانية. والاختراع الجامد بقى اللي هم عاملينه ده بالنسبه لي احلى حاجه هم عملوها، كاب كده بيبقى جواها خضار وممكن رنجه او مكاريل او جمبري، وطبعا بيبقى معاها صوص فظيع يا جماعه. ونفتح بقى الكاب كده ونحط الصوص ونقلب. وعايزه اقول لكم في العربيه بقى، في البيت واحنا بنتفرج على التلفزيون، في اي حته الكاب دي هتنفع. وطبعا مفيش اي ريحه زفاره، يعني حتى وانا في العربيه مش هضايق اي حد. تخيلوا كده انتوا قاعدين على البحر وقاعدين تاكلوا سلطه رنجه، يعني بجد يا جماعه حاجه جامده قوي. وعجبني قوي ان هم عاملين اختراعات هيخلونا ناكل الرنجه بالعافيه وفي اي مكان ومن غير ما حد يتضايق. كمان رنجه بقى ومكاريل بايتس، ده كمان الاطفال ما سابوهمش وعاملين لهم وجبه كده 4 قطع